تخيل يا صديقي ان انت رايح شغل متاخر وقلقان ومتوتر، وفجاه لقيت مديرك في الشغل بيوقفك ويقول لك استنى، انت عندك اجازه وكمان عندك زياده في المرتب. فانت اللي هو ايه ده؟ لا 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 لا، الموضوع كده فيه ان. ايوه اثبت هنا بقى، عشان هي دي الطريقه اللي هنستخدمها عشان ننطق الكلمه دي بالامريكان اكسنت، اللي هي بدل ما تقول important هتقولها كده important. تقول الله يا عم اسلام ما تقولها important وخلاص، لازمتها ايه الفلسفه؟ هقول لك يا صديقي انت هتسمعها في الافلام كده، لو نزلت اي شارع امريكي هتسمعها بالطريقه دي، عشان كده مهم جدا تتعلمها بالشكل ده. وحاجه بمنتهى السهوله، اذا لقيت حرف التي بعد الحرف المتحرك بعده ان هتقولها كده فالكلمه دي نقولها بدل mountain mountain. والكلمه دي بدل ما تقولها cotton هتبقى كده cotton. والكلمه دي بدل ما تقول curtain هتبقى كده curtain. والكلمة دي بدل ما تقول fountain هتبقى كده fountain. نتدرب على جملة the cotton curtain is not in the fountain. أسرع the cotton curtain is not in the fountain. يلا صديقي practice الكلمات دي والجملة دي فورا، ارمي نفسك، مستني ايه؟ اتكلم هتتعلم. important mountain fountain. The curtain rises. The curtain rises.